بسم الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم الزلفله والخوتي خواتاتي في قناتكم حلويات الجنة. اليوم ان شاء الله خواتاتي راح نشارك معكم هذه الوصفه تاع كريمه الزبده اللي هي من اروع ما يكون. ما كاش اللي كلاها في الصابلي عندي وما سالنيش على الوصفه. هنا بسم الله راح نبداو. راح نعمل 250 غرام مارغرين. هنا علبه تاع 500 راني قسمتها على اثنان. راح ندي 250 غرام مارغرين تكون بدرجه حراره الغرفه. بعد ذلك نضيف لها 2 ملاعق كاكاو مور خواتاتي. الكاكاو دائما نختاروه اللون تاعو يكون بني والرائحه تكون رائحه الشوكولاته، ودائما الكاكاو يغربل باش نتخلصوا من الحبيبات والا راح تبقى لكم في الخلطه تاعكم. هنايا بعد ما نكملوا من 2 ملاعق تاع الكاكاو راح نضيف لها ملعقه صغيره من الفانيلا. تقولوا لي حليوت اليانا كيف ضفتي الكاكاو وضفت لها ملعقه صغيره من الفانيلا، راح تعاون بزاف في المذاق. ونضيف لها هنا نص كاس، هذا الكاس تاع 240 مليلتر، نص كاس زيت وملعقه كبيره من نكهه القهوه. الكاكاو ونكهة القهوة والفانيلا راح يعطي ذوق غير عادي لكريمة الزبدة. جربوها بهذه الطريقة وإن شاء الله راح تحصلوا على نتيجة أكثر من رائعة. هنا نخدموا، أنا اليوم حنخدم في البيت، نقدروا نخدموا بالباتور عادي جدا. نخلطها حتى ينسجم كل الخليط. بعد ذلك نبدأ نضيف السكر. ندي أولا الكوب الأول من السكر الناعم ونخلط السكر 240 مليلتر اخواتاتي. نخلط عندما ينسجم الخليط نعاود نضيف الكوب الثاني من السكر الناعم المغربل. اخواتاتي لازم يكون مغربل. هنا كما راكم شايفين بالبيتخان او بالباتور نفس النتيجه اخواتاتي، لكن انتبهوا لطريقه العمل راح تعطيكم نتيجه مختلفه. هذا الكوب الثالث، الكاس الثالث تاع 240 مليلتر سكر ناعم، ونعاود نخلط يعني بالتدريج. كون ترموا السكر مباشرة ما راحش يعطيكم هذا القوام. بعد ذلك نضيف هنايا هذا الكوب الرابع من السكر الناعم ونخلط. ومن بعد نخلي البيتغا يخدم لمدة 5 دقائق. راح تتحصلوا على كريمة من اروع ما يكون. تقول كريمة الزبدة اللي مخدومة هذيك بالبيض، يعني يكون عندها واحد التماسك، يكون عندها واحد الخفة، يعني حاجة من أروع ما يكون. شوفوا البنات، هاي حبيت نوريها لكم مباشرة. شوفوا كيفاش تتحصلوا عليها، يعني روعة. شوفوا حبيت نوريها لكم هكا باش تبان لكم خواتاتي. هذه الكريمه تاع الزبده ما فيها لا بيض لا حتى حاجه. اذا بقات لكم هذه تخدم لكم 60 حبه تاع صابلي، يعني حاجه مليحه معمره مليح. دوك نوري لكم الطريقه. وبالنسبه لكيفيه الاحتفاظ تقدروا تخلوها في علبه محكمه الاغلاق في الثلاجه، تبقى قدر نفس كيف نقولوا لا دات تاع تاريخ انتهاء الصلاحية تاع المارغرين، هي نفسها تاريخ انتهاء الصلاحية تاع كريمة الزبدة هذه. يعني كي تكمل صلاحية الزبدة، يعني انتم شوفوا الزبدة العلبة تاعكم الصلاحية اللي انتهت فيها، وانتم نفس مدة الصلاحية هي اللي راح تدوها. يعني اذا تكمل في 2023 يعني هذه راح تقعد لكم حتى 2023 على حساب شحال راح تبقى مدة الصلاحية تاع المارغرين اللي استعملتوها. شوفوا هنا النتيجة اللي تحصلنا عليها. قلت لكم هذه خدمت لي 60 حبه وماشي غير هكا كميه صغيره. هنا شوفوا تعمدت اني حبيت نوري لكم كميه كبيره، يعني تجي حبه تاع الصابلي محشيه بكميه كبيره. خدمت لي 60 حبه تاع الصابلي. شوفوا يعني درت هذاك يعني عريضه في الحق نخدمها هنا بديك لابوش، بصح ما كانتش عندي، خدمتها فقط بالملعقه وهكذا كما راكم شايفين. وان شاء الله هذه الوصفه راح نعملها لكم في الايام القادمه ان شاء الله. خواتاتي تكون كريمه تاع اليوم عجبتكم. وفي الاخر نقول لك حبيبتي دمتي متالقه. جيرا كنت لهنا التلويز ارسم لي